البقاء لله. وخلينا نروح بقى نبتدي ونروح للبحرين وخليج 23 والبحرين تعادلت النهارده مع قطر وخرجت قطر من البطوله حامله اللقب. خلينا نروح للاعلام الكبير استاذ عقيل السيد. استاذ عقيل ازي حضرتك؟ مساء الفل، مساء الفل يا كابتن. ازيك يا استاذ عقيل، اخبارك ايه؟ انا كويس. مبروك. وحشتني من زمان، وحشتني من زمان. وانت وحشني والله. تحيه كبيره، تحيه كبيره. اول شيء لمصر ام الدنيا. ربنا يكرمك. مبروك النهارده التأهل. الله يبارك فيك يا حبيبي. الاستاذ سعيد عبد السلام بيسلم على حضرتك. الله يسلمه ويسلم عليك كتير. مبروك مبروك كابتن. مبروك يا كابتن، الف مبروك. الله يسلمك، الف الف كنت مبروك شايف كلنا يا حكم. كنت شايف المباراه ازاي والتأهل والحاجه الجميله اللي عملتها دوله البحرين. والله طبعا انا كنت في الجورنال وطبعا اشوف المباراه، طبيعي كنت على اعصابي، يعني مش انا، الكل كان على اعصابه. بس الحاجه الجميله الحلوه ان يعني الاتحاد كره القدم اجتهد منذ فتره طويله على اعاده البسمه للشارع البحريني اللي طبعا كان فاقد ثقه في المنتخب. اليوم الحمد لله يعني في منتخب صغير للمستقبل، واستطاع انه يفوز على لاعبين محترفين في المنتخب القطري، ونقطة التعادل هي فوز بالنسبة لنا احنا، وشيء جميل. اعتقد ان الاتحاد كلل جهوده بالتأهل الى طبعا الدور قبل النهائي، ونطلب من رب العالمين انه يوفقنا ونواصل المشوار. تتوقع الحصول ان شاء الله ان توصل النهائي والحصول على البطوله، تتوقع بعد المستوى اللي انت شايفه من الفريق الوطني البحريني؟ والله شوف، احنا نطمح، ولكن الفريق العماني فريق حلو منظم، فريق من سنوات مجمع، شارك في بطولات كثيره، غير فريقنا احنا اللي طبعا اكثر الوجوه وجوه شابه جديده. في كابتن جمال، أيوة. هناك عدد كبير من اللاعبين لاول مره بيلعبوا في الدرجه الاولى بعد. يعني فشيء جميل ان المدرب سكوب قدر يولف مجموعه شابه حلوه، وجوه جديده موجوده، وطبعا هذه كره القدم. يعني ممكن تحدث امور كثيره، واحنا نطلب من رب العالمين يعني ان في البطوله هذه يوفقنا. خسرنا كثير من سنوات، 40 سنه خسرنا فيه، اكثر من 40 سنه. فربنا يسهل ويتحقق الحلم للشارع الرياضي. طب قول لي رايك في المدير الفني سكوب. شلون؟ المدير الفني، المدرب. شوف، المدير الفني جاء وحط خطه للاتحاد البحريني. فهو باللاعبين الموجودين المعروفين اللي هو استغنى عن عدد كبير منهم، ما راح نعمل اي حاجه. فبدأ بفريق جديد شارك في حتى في التصفيات المؤهله لكاس اسيا، شارك بفريق جديد. صحيح خسرنا مباراه، تعادلنا مباراه، ولكن في النهايه تصدرنا المجموعه ووصلنا وتاهلنا لكاس اسيا، وهذا شيء جميل يعني يحسب للمدرب. واليوم ايضا على مستوى الخليج المدرب يعني اعاد الثقه للشارع الرياضي بهذا الفريق الجديد. وطبعا انا اعتقد انه هو يعمل بطريقه صحيحه، بطريقه واقعيه، انه لابد انه يكون في تغيير في المنتخب البحريني بعيد عن الاسماء المعروفه اللي لم تقدم شيء مع الاسف حتى الان طبعا الكره البحرينيه، ولا بد من التغيير، وهو انا اعتقد نجح في التغيير. عايز اسالك على، قول لي رايك في دعم الشيخ ناصر بن حمد وللمنتخب، وكمان الجماهير اللي بعتها للكويت. شوف، شيء جميل اللي طلع كابتن جمال ناصر بن حمد، يعني بدأ الان فعلا يلتفت لكرة القدم. خلاص قال احنا رؤيتنا القادمة 2022 في قطر طبعا كاس العالم. هذا التصريح بحد ذاته
يعني بعد تفاؤل كبير، مساحه كبيره في الشارع الرياضي البحريني. اذا كان يعني من الشاب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه هو ينزل بثقله بدعمه بمتابعته بحرصه لكره القدم البحرينيه، لا شك ان راح تكون الثمار يعني لذيذه كما نقول جميله في المستقبل للكره البحرينيه. صحيح يمكن احنا ما نوصل ل 2022 نوصل نتأهل لكأس العالم ل 2022، ولكن لا ان شاء الله راح يكون عندنا فريق حق 2026 ان شاء الله يعني باذن الله. يعني هذه الدعم. وطبعا اليوم الجماهير كلها يعني اللي شاف المباراه حاطين لافتات شكرا ناصر بن حمد، ايضا هو المتابعه التكريم للجماهير خصص لهم اللي طبعا بالطيارات واللي بالحافلات، والحمد لله طبعا اليوم الملعب كان مليان من الجمهور البحريني، حتى الناس اللي راحت بسياراتها الى طبعا وراء المنتخب، وهذا شيء جميل وليس بغريب على الجماهير البحرينيه. الف مبروك ومتشكرين جدا وان شاء الله على تواصل باذن الله. حبيب قلبي انا شاكر لك وشكرا لمصر، شكرا للكابتن الضيف اللي معاك، وتمنياتنا لكم الف الف مبروك تاهلكم لكاس العالم. فرحتونا، فرحتوا الامه العربيه، ومبروك عليكم محمد صلاح. شكرا الف شكر. احبه انا اللاعب، احبه، واللي بيغير يغير واللي ما بيزعل يزعل، بس انا احب اللاعب. اشكرك حبيب قلبي كابتن. يعني كل التوفيق لكل الدول طبعا العربيه، لان